السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيكه شوكولاته. بقالي سنه بالظبط ما عملتش كيكه بالشوكولاته يا جماعه، انتم متخيلين؟ ما كانش بيعدي عليا شهر او اسبوع غير لما بكون عامله كيكه بالشوكولاته. بس بما اني بقالي سنه ما عملتهاش، فحبيت النهارده اعملها بطريقه مختلفه. هنعملها بصوصات تقيلة جدا، هنعملها بنوتيلا، هنعملها بصوص اللوتس، وهنعملها بوايت شوكليت. الكيكة هشة جدا جدا. جربي طريقتي فيها هتعتمديها ومش هتبطلي ان انت تعمليها ابدا. اصحاب الدايت يمتنعون عن الفيديو دوت، انا نبهت عليكم. حطوا لايك للفيديو ويلا بينا نبدأ على طول بالمقادير. الكيكة بتاعت النهاردة هنعملها ببيضتين بس بدرجة حرارة المطبخ. هنستخدم فيها زيت وسكر التموين. احنا عايزينها تبقى اقتصادية، بس اهم حاجة يكون الزيت بتاعك مفيهوش اي روايح خالص. هبتدي ان انا احطهم في العجين، ممكن تخفقيهم بايديكي عادي او باي مضرب يدوي. بس انا حبيت ان انا اعملهم في العجان عشان عايزه الخليط بتاعي يبقى ناعم جدا. حطيت زي ما انتم شايفين كده اهوت، حطيت بيضتين بدرجه حراره المطبخ، 3 معالق كاكاو، 3 ارباع كوبايه زيت، حطيت 3 ارباع كوبايه حليب. هحط فانيليا طبعا، بس نسيت اصور وانا بحطها. هخفقهم كويس جدا جدا جدا. بعد كده هبتدي ان انا احط كوبايتين من الدقيق، يكونوا منخولين، دقيق متعدد الاستخدامات، مش دقيق معين او حاجة. وهضيف عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعليها رشة صغيرة من البيكنج صودا، وكمان عليهم رشة من الملح. هبتدي ان انا اضربهم مع بعض لمدة 5 دقايق لحد ما القوام بتاعي يبقى هاش بالشكل ده. عندك بقى قالب سيليكون، عندك قالب ألمونيا، عندك قالب تيفال، اللي موجود عندك استخدميه. انا حبيت ان انا النهاردة اعملها في القالب السيليكون عشان تبقى سهلة معايا ان هي تنزل من الصينية. هفردها بالشكل دوت، وبعد كده بستيكس هبتدي ان انا اطلع منها فراغات الهواء زي ما انتم شايفين. هدخلها في فرن درجة حرارة 180. هتاخد معايا حوالي 30 دقيقة، لان كيكة الشوكولاتة مش بتاخد وقت نهائي في الفرن. بعد ما استوت معايا وجربتها بستيكس كده وطلعت نظيفة مستوية وتمام التمام، هنسيبها بقى لحد ما تبرد خالص. بعد كده هنبتدي ان احنا نخرجها من القالب بالشكل دوت. طبعا زي ما انتم شايفين بنتي بتحب تبين ايديها، فكانت حاطه ايديها يعني. مش عارفه اقول لكم ايه، والله كانت مجنناني يعني. ابتديت ان انا اقطع الكيك الى جزئين بس، مش هقطعها كذا جزء بالشكل دوت. وزي ما احنا عارفين طبعا كيكه الشوكولاته الطروف بتاعتها بتبقى ناشفه شويه فبتتكسر معانا، لكن الكيكه من جوه هشه جدا 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 زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هبتدي ان انا اجيب حوالي نص كوباية من الحليب، هضيف عليهم معلقة كبيرة من النوتيلا، وهبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا جدا مع بعض. وبعد كده هرجع احط الكيكة تاني في القالب بالشكل دوت، وهسقيها بالحليب اللي بالنوتيلا. بعد بقى ما هسقيها كلها بالشكل دوت، انا ركزت على الطروف برضو عشان تطرى ما تبقاش ناشفه معايا. هبتدي بقى ايه ان انا احط الصوصات اللي عندي. كان عندي لوتس، دوبته الاول على حمام بخار، وبعد كده عندي وايت شوكليت برضو. هو بصراحه يعني بناتي كل واحده نفسها تاكل بطعم، فانا قلت لهم بما ان الحاجه غاليه فانا هستخدم من كل نوع من الصوصات ديت معلقتين بالكتير قوي، فهحطهم كلهم كده مع بعضهم وهفردهم على الكيك. واللي هتاكل هتلاقي نفسها اكلت من النوتيلا واكلت من اللوتس واكلت من الوايت شوكليت. خلينا مدبرين يا جماعه في ظل الظروف اللي احنا بقينا فيها والغلا اللي احنا بقينا فيه. وكمان عملت لكم الكيكه ديت اقتصاديه، انا عاملاها ببيضتين يعني مش مستخدمه بيض كتير، فاللي هيجربها هتعجبه قوي قوي قوي. بعد كده جبت الجزء التاني بتاع الكيك وحطيته بالشكل دوت وسويتها كويس جدا. دخلتها التلاجة لحد ما تماسكت شوية. بعد كده طلعتها من القالب وسويتها من الطروف، وبرده دوبت حبة لوتس وحطيتهم في كيس وعملت بيهم الشكل دوت. وهحط نوتيلا كمان بنفس الطريقة، ووايت شوكليت برضه عشان نكسر الالوان. ودوت بقى هيبقى الشكل بتاعها بجد خطيرة يا جماعة. اتمنى ان انتوا تجربوها. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو
وكمان تعملوا شير مع كل اصحابكم وحبايبكم عشان غيركم يستفيد. دي وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة كلها موجودة في البيت. هنبتدي ان احنا نقطعها مع بعض هشة وطرية جدا جدا. بصوا السكينة بتجري في الكيك يا جماعة زي السكينة في الحلاوة، او معرفش بيقولها معرفش بيقولها ازاي، بس هي الكيكة هشة جدا وطرية جدا جدا. كمان تقدروا ان انتوا تستغنوا عن الصوصات ديت خالص، تعملوا لها حشوة خفيفة بس من جوه بالكريم شانتيه لو انتوا عايزينها خفيفة، يعني ما تبقاش تقيلة قوي. او الصوصات ديت لو مش متوفرة عندكم تقدروا برضو تستغنوا عنها خالص. هنبتدي بقى ان احنا نشوف شكلها من جوه عامل ازاي. حرفيا يا جماعة قطعة جاتوه بالشوكولاتة تحفة قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها هنشوفها مع بعض. طبعا كان لازم ان انا ادوق، انا لازم اول واحدة ادوق اي حاجة انا بعملها، واقعد كده ايه شوية استطعم الطعم كده، اشوف الطعم مودي على فين جاي منين. الكلام ده فعلا بتطلع تحفة قوي. خاصة انا بعشق الحلويات، فتلاقوني في الحلويات بطلع الحاجة بيرفكت يعني. فاتمنى ان الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تعملوا لها شير مع كل اصحابكم. ما تبخلوش عليا باللايك. بس انتوا ممكن تعملوها يا جماعة في اي عيد ميلاد من اعياد ميلاد اولادكم او اي حد انتوا بتعزوه. تقدروا ان انتوا تعملوا حاجات زي كده في البيت وتاخدوها معاكم، بما ان الاسعار بره بقت خرافية. الاسعار بره بقت عالمية يا جماعة. التورت بقت اسعارها فظيعة. فانتوا لما هتعملوا الحاجة في البيت فعلا هتبقى باقل الامكانيات. ودلوقتي ما شاء الله يعني المحلات بتاعت مستلزمات الحلويات، الدقيق الاسبونج دوت بيتعمل في البيت بيبقى زي التورت بالظبط اللي بنجيبها من بره. فحاولوا ان انتوا تعملوا كل حاجة في البيت. بس دي الوصفة بتاعت النهاردة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. حطوا لايك واعملوا شير، ولو اول مرة تشوفوا صفحتي تابعوني عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.